النهارده معانا صانعة المحتوى الجامدة قوي، اللي مكسرة الريد كاربت بتاعت فقرة الفساتين. شكرا جدا. أمينة حسين. الحمد لله يا رب، انا متواضعه، مش انا اللي قايله لها تعمل التقديم. ازيك يا مي؟ بقالي كتير قوي ما شفتكيش. وحشاني. ياه زمان قوي. 10 ثواني. 10 ثواني حرفيا. ايه الاخبار يا امينه؟ عامله ايه؟ كله حلو، انت عامله ايه؟ كله حلو الحمد لله. هتسالي ايه اصلا؟ شبه قاعده معاكي. قولي لي كده، ما انت اللي بتدعميني على طول، فقولي لي ايه غششيني. الاسئله. اه لا اسالي انت بقى، شوفي انت عايزه تعرفي ايه ما تعرفيهوش. ماشي. الجمهور لو عايزه اقول لا عن حاجات لا ما تساليش على حاجه. اللي ما يعرفش يا جماعه، انا ومي جمال احنا صحاب، فالبودكاست ده هيفضحنا. ماشي. أمينة عايزة أسألك أول سؤال. سؤال جدي، سؤال هيبهرك جدا. إيه أكبر مصدر إلهام ليك؟ مي جمال. لا وانت بتشاوري كمان. أكبر مصدر إلهام؟ إيه ده؟ أنا عمري ما فكرت في حاجة زي دي. محتاجة تبدأي تفكر. عادي، الناس الناجحة بشوف أوكي. ناس ناجحة كتير، بحس ان انا عايزه ابقى زيهم. مفيش شخص بعينه. مش بالضروره يكون شخص، ممكن تكون حاجه، موقف. حلو. مصدر، انا بحب اتفرج على افلام قوي، فممكن تلاقيني اتعلقت قوي بشخصيه بقى ناجحه بقى واتعلقت في شخصيه معينه يعني في الافلام. يا لهوي، لا هم ازواجي يا لهوي فقط. يا بوسي. يا لهوي. بقول لك هم ازواجي فقط. لا ما فيش شخصيه معينه. اوكي. ما فكرتش في السؤال ده خالص، ده سؤال عميق. طب انت لما بدأتي ان انت تعملي السوشيال ميديا والكونتنت بتاعك، احلى حاجه ان انت بتقولي لي الكونتنت. لما بدأتي ايه اللي ألهمك ان انت تبدأي حاجه زي كده؟ ايه اللي خلاها تطق في دماغك انه انا خلاص هبدأ؟ كورونا. مي جمال، هي طبعا مي جمال عشان كنت شغاله معاها، فطبعا اول ما بشوفها بتعمل محتوى انا على طول جالي الالهام. لا ما اعرفش. بس هقول لك يعني انا بدات. انت احكي لها انا بدات ازاي، هي عارفه اصلا. بتفرج بقى على الريد كاربتس وكده، فانا كنت فاكره انا بس اللي بتفرج على ده، فحبيت انه انزل اللي انا بفكر فيه على تيك توك، عشان انا بدات على تيك توك في طب انتي في الاول ايه اكبر حاجه كانت بتيجي في دماغك، او اكتر حاجه بتيجي في دماغك اللي عطلتك تبداي؟ لانه انتي كنتي هتبداي، كنت يعني كتير كنتي المفروض تبداي من بدري، بس كنتي بتقتصري على سناب شات بس. ايوه. ايه بقى الحاجه اللي حركتك كده انه لا انا هبدا بقى؟ انتي فاكره اول كنا قاعدين أصلاً؟ في البيت. ايوه احنا فاكره كنا الفيديو ده. ايوه احنا كنا قاعدين في البيت وما بنعملش حاجه، فتحسي انه الاتموسفير كله ما تقوم تعمل حاجه جديده. تقوم تتحرك. ده فتره كورونا. انتي بداتي في الفتره بدأت دي؟ في الفتره دي. اوكي. يس، مع الشغل طبعا كنت انجلش تيتشر قد الدنيا. كلميني قد ايه انا كنت روعه في ايوه انا عايزه اسالك بقى عن موضوع الشيفتنج. انت طبعا كنت اجمد تيتشر في انجلش زون طبعا. الحمد لله. دي حاجه طبعا. انت بتضحكي ليه؟ انت بتضحكي ليه؟ الستودنتس اكتبوا في الكومنتات. احكي لي عن الكارير شيفت اللي حصل من بينج ان انت انجلش تيتشر ليه الماركتنج. يعني انت عارفه انه انا من انجلش زون، وبعد كده فتحت باز از ماركتنج ايجنسي، فانا فاهمه التحول ده بيحصل ازاي. فقولي لي ازاي الشيفت ده؟ اصل انت كنت بتعملي حاجه وانت بتعملي حاجه تانية خالص. انا زي ما انت ايضا كنت عارفه، انا كنت بشتغل مع التيتشر. انا حاسه ان احنا مش المفروض نقعد نتكلم، اللي هو انت كده كده عارفه، فنعمل كده كده عارفه بقى. على غدا كده على وجبه. يعني انا كنت بشتغل كذا حاجه مع التيتشنج. كنت شغاله في مجله، وكنت شغاله انترنشيب في مجله، فانا بحب الميديا قوي. بس عارفه لما تبقي بتحبي حاجه بس انت مش عارفه، انت بتشتغلي عليها بس انت مش عارفه هتوصلي لفين، انت بس بداتي. فاي ثينك ده اللي جرالي يعني. طب لما بداتي في الاول الموضوع، انا عارفه في الاول بتبقى الكومنتس صعبه قوي، سبيشالي من الستودنتس. انا فاكره
يا لهوي جماعه طبعا، يعني بما اننا فتحنا الموضوع ده، هو الناس كانت فاكره ان انا بتكلم انجليزي، فاكره نفس اللي انا بتكلمه في الفيديوهات. ايوه فبالتالي لما كانوا بيشوفوا الفيديوهات كانوا بيطلعوا هم اول ما بيدخلوا بقى احنا معانا امينه، لو سمحتوا احنا عايزين نغيرها، دي ما بتعرفش تتكلم انجليزي حتى احنا شفنا في الفيديوهات. وانا اللي هو ويعني ما تيجي والناس تيجي تقول لي وفيدباك وعايزين نلحق وفيدباك. الناس يا لهوي. بعدين بقى لما بيدخلوا بيستوعبوا بقى انه يا جماعه انا بهزر يعني عادي جدا. لا والناس بدأت تكون عندك اللي هو افكار، او اللي هو مثلا عارفه لما حد يكون بيحب انفلونسر او حد سيلبرتي مشهور وحد ما بيحبوش، اللي هو مثلا انا ما بحبش مثلا الممثل الفلاني فبرضه هخش كلاس فالاقيه هو اللي بيدرس بالظبط، فهتضايق وحش ما فهمتش اي حاجه. يا لهوي مفيش. لا كانت ايام عصيبه، بس بصراحه كان في سبورت جميل جدا من الاستاذه مي جمال، لان انا والله ساعتها افتكرت انه ما هي مديرتي بقى، فخلاص رحنا في داهيه، خلاص كده انا بترفد لانه الناس بتشتكي مش عايزه تكمل الحصه، مقصره في الاموال. فبعدها لا لقيتها بتقول لي لا ادخلي وعادي وتيتش زي ما كنتي بتيتش عادي ومش عارف. فيعني الحمد لله الناس كانت بقى بتطلع بجد احنا اسأنا الظن فيكي ومش كنت هعيط قوي. امينه فاكره الانترفيو؟ يا لهوي انت لازم احنا هنقول الانترفيو. جماعه انا عمري ما اشتغلت، كانت اول شغلانه ليا في انجلش زون. فكل طبعا كعاداتنا في مصر ان احنا لكل ما بتروح او في اي بلد بقى كل ما بتروح انترفيو لازم يقول لك انت لازم اكسبيرينس كما ولدتك امك في المشيمه، في اكسبيرينس ولا لا؟ مسكت القلم ولا لا؟ فانا بقى زهقت بقى، كل ما اروح انا بقى عايزه اموال، كنت عايزه اتفسح، كنت عايزه اروح فرح صاحبتي. انت فاكره عشان انا قلتها ان انا كنت هشتغل عشان اروح الفرح وامشي. 5 سنين هي اصلا انا كنت كانت بتقول لي كده، كان انت كنت بتقولي لي كده. ايوه. فانا اللي هو ازاي احس بالامان، ازاي احس ان انت مش هتسيبيني وتمشي. انا ما كنتش بفكر خالص، انا كنت بقى صغيره. انت ما كنتش بتفكري لحد ما قابلتيني، يعني لحد ما قابلتيني في الانترفيو ما كنتش بتفكري بصراحه. ممكن تعرضي علينا مديرتي الحاليه ممكن برضو تكلمك في الموضوع. هتصوب برضو. فبقول لها، هي بقى بتقول لي بصي انت الانجليش بتاعك تحفه وبجد انت جميله جدا وبيرسوناليتي حلوه، بس انت محتاجه اكسبيرينس لان مفيش تيتشنج اكسبيرينس. هي قالت كاتس وصوتي جاب اخر المكان. قلت لها ما انا كله عايز يقول لي اكسبيرينس انا عايز اخد الاكسبيرينس، عايز ابدا. فلقيتها بصت كده ما انا بدات اخاف. انا كده قلت ان انا اي جات ريجكتد بجد، يعني خلاص. انت فعلا كنت ريجكتد؟ كنت ريجكتد. قابلتيني ليه؟ مش عارفه فعلا، تقريبا انا برضو هي برضو واخده ريسك فيا، بس كان بس عجبني ان انت قلتي انه انت you want to learn، ان انا عايزه اتعلم، فاللي هو خلاص طب اديها فرصه ادام قالت كده. بس طبعا قلت اديكي فرصه في التريننج، وطبعا كانت اصعب لحظات اصعب ايام حياتي. انا بقى بتعلم from scratch how to teach، لان انت ايوه انت عارف اللغه بس ازاي تدرس كان حوار تاني بقى. ما انا كنت فاكره بقى ان انا انجلش تيتشر هعمل ايه يعني. بس you did it، يعني you did it yeah. for 5 years ولا 4 years؟ 5 years. احنا قعدنا مع بعض 5 years. طب قولي لي حاجه فاكراها انا عملتها معاكي جامده قوي. ها انت فاكراها؟ انت عملتي معايا حاجات كتيره جامده. هي شكلها فاكره حاجه بعينها. ايه؟ لا مش فاكره، انا بحاول افتكر يعني تكوني لا كل حاجه. لا يعني بصراحه انك صبرتي عليا. ليه هو المايك انك صبرتي عليا عشان اتعلم برضه. مش يا جماعه مش كل مدير بيصبر على حد انه يتعلم بصراحه. فهم مديرين انتي والحاليه برضه صبر معايا كتير. فلا انه الصبر دي حاجه جميله جدا. انا بشوف انه موضوع مصدر الالهام ده بشوف انه ممكن، يعني بالنسبه لي اكتر حاجه كانت مصدر الهام هي صدمات حصلت لي في حياتي، فخلتني اتحولت ان انا بقيت شخص لا انا لازم اجتهد ولازم اتعب، ولازم لو في حاجه انا نفسي اعملها او احققها او اشتغل عليها ان انا هشتغل عليها. فممكن يعني صدمه مش بالضروره تكون صدمه اللي هو ان انتي معكش فلوس مثلا. لا الصدمه ممكن تكون حد اذاكي،
صح. اتصدمتي في حد او حد خذلك او اتظلمتي، فده بيخلي بالنسبه لي ده مصدر الهام. ممكن ماشي. يعني حلو حلو. انك تعملي كده. أمينة، احكي لنا حاجة لو حققتيها هتحسي ان انت خلاص كده انا يا فل لهوي. قوي وراضية عن نفسي، غير الشنطة اللي انت قرفاني شنطة بيها شانيل هموت ليل نهار. شنطة شانيل هموت عليها بس غالية قوي. دعاء لبة جايباها بنشيلها. حاجة لو حققتها، نفسي افتح البراند بتاعي، واو. بس عايزة افتح بقى براند بقى، حاجة جديدة، مش هوديز، عايزة افتح حاجة جديدة. You know too much. عايزة اعمل حاجة جديدة، اوكي. يعني الناس تبقى عارفة اسم أمينة. طب أمينة، في سؤال عايزة أسأله لك. انت دلوقتي بتشتغلي وفي نفس الوقت سوشيال ميديا انفلونسر او بتعملي كونتنت كرييشن، ليه ما انت ممكن ما تشتغليش؟ سؤال جميل جدا. بصي، انا حاسه ان انا بشعر بفراغ، وببقى لازم يبقى فيه روتين عشان خاطر ابقى صاحيه الصبح بعمل حاجه، وفي نفس الوقت رسالة الموجهة كريم. لميسم. حاسه ان أمينة انا بتشتغل عشان عندها وقت فراغ. ميسم وهي بتكتب الاستقالة. الرفض. بصي، بصراحه برضو كارير وايز، لانه ماشي احنا كونتنت كرييترز وده كارير لوحده، بس حاسه برضو عايزه يبقى انا بعمل حاجه مع ده، حاجه بكبر فيها، لانه الكونتنت كرييشن انت بتكبري، بس عارف مش يعني، حاسه ان انا قديمه ممكن شويه، ان انا شايفه انه لازم يبقى عندي كارير بطلع فيه، مش بس ان انا لا بس انا مش شايفه ان ده قدم بجد، يعني بالعكس، يعني شايفه ان انت المفروض يكون عندك يعني سورس اوف انكم مختلف عن اللي عندك، وان انت في نفس الوقت يبقى عندك كارير. اصل انت حوار سورس يعني اوف انكم ده مهم جدا برضه. انت شايفه الكونتنت كرييشن او ان انت تبقي انفلونسر ده شغلانه؟ هي شغلانه والله، شغلانه. بصي، في ناس بتعمل اكتر مني بكتير، فاكيد يعني هتبقى بالنسبه لهم شغلانه هي بس. لكن انا يعني ايه بتعمل اكتر منك؟ مجهود ماديا ولا فلوس؟ ماديا ومجهود باي ذا واي. يعني مثلا في كونتنت كرييترز بيحتاجوا بقى انهم بروفيشنال كاميراز وايديتس ومش عارف ايه فده اكيد. طب وات اف هياخد وقت. وات اف فجأة ما بقاش فيه نتورك زي ما حصل الفترة اللي فاتت، ساعتها هتبقى انت بص، كاريرك انتهى؟ ان شاء الله ده ما يجراش، يا لهوي بجد. يعني انا هبقى شغاله على فكره، احنا برضو شغالين في نت. حتى لو يعني حتى هنبوظ الشركة اللي انت شغالة فيها برضو. لا ان شاء الله مش هتبوظ. لا ان شاء الله النت يفضل موجود. بس انا بتكلم انه انا بحب فكره الكارير. في ناس ممكن تكون شايفه انه انا my career is being a content creator. انا مش شايفه ان ده حاجه غلط بصراحه، بس انت مرضي. يعني انا حاسه ان هو جزء منه برضو you're satisfied. لو انا مرتاح وانا بصحى الصبح بعمل الفيديو واكل واخرج واتفسح وابقى فول تايم كونتنت كرييتور، حلو. لو انا مش حاسس ان اللي انا ده كفايه يرضيني، بتعمل شغل. بس في نفس الوقت برضو انا شغاله في حاجه قريبه قوي من اللي انا بعمله، فعشان كده الحمد لله يا رب، حاسه ان انا يعني مرتاحه، مش حاسه بضغط. هو مديرتي بتضغطني يا نهار اسود. بس انا عامه حاسه انا خايفه من ميسم، يعني حاسه انا قاعده تكلميها بقى تشوفي هي هتقول ايه. طيب انا طبعا عشان عارفاكي قوي فانا هسال اسئله. انا خايفه قوي، انا ليه رضيت اقعد هنا؟ بصي الطياره بتمثل لك الطياره بتمثل لي كابوس. ليه يا امينه؟ لا ليه؟ مي ما تقوليليش ليه. ليه ما تقوليليش ليه جماعه. انا عايزاكم بس تتخيلوا معايا، انا هجيب لكم فوبيا دلوقتي، ان احنا في علبه صفيح قررنا نثق فيها انها تشيل العدد ده كله وتفضل فوق. ايه بقى ده؟ ايوه بس دي حاجه يعني اتعملت من زمان قوي، وايوه واثقه فيها، ما انت بتسافري فيها يا وبعدين المطبات دي ده في مطبات هوائيه. حصل معاكي موقف قبل يا كده؟ نهار ابيض جماعه، انا عايزه اعيط، تصدقي حاسه انا عايزه اعيط.
انا نفسي قوي عشان نحط حته دراما في كنا رايحين تريب مع متى، والمفروض يا جماعه يعني الانسان لازم على الاقل يحمي منظره من انه يبقى شكله عره. فرامي كان قاعد جنبي ولوجين صلاح. المهم انه الطياره طلعت وانا بخاف اصلا، بتريق يعني. انا مش بخاف بعقل، انا بصوت وبيجي لي بانيك اتاكس. والاقي لك الطياره دبه، انا قعدت اصوت. ما همنيش بقى منظري شكلي، هم ممكن ما ياخدونيش رحلات تاني. وقاعده اصور لهم هموت عامة متخيله انت بتضحكي. بضحك عشان عارفه افتكرت ايه الحقن. لا ده حوار تاني برضه، الحقن الطيارات والحقن. يا جماعه انا على فكره بخاف من حاجات المفروض انك تخاف منها. المشكله ان هي مش بتاخد الطبيعي إنك يعني ما تخافش. باخد حقن. ايوه وانتي بتاخدي الحقن بقى بيغمى عليكي من قبل ما الموضوع يا جماعه. انا بيغمى عليا ابره داخله جوه جلدي. ايه يعني واو ابره يلا ما هو اكيد هبقى مرعوبه. ما اعرفش دبوس يعني يا امينه. لا ما انا بقعد بقى اقول الحاجات دي في دماغي اللي انت بتقوليها. هي يعني بصراحه ميه الله يبارك لها بتفضل تقول لي الكلام ده وبصدقها يعني at some point، بس بقعد افصص في ايديها. بس يعني لا ده رعب. والطياره طبعا رعب، هي بتحب تسافر بس بجد الطياره دي من ارعب الحاجات اللي الانسان اخترعها. يعني انا نفسي يعملوا تليبورتنج. بصي انا بحب السفر قوي وبسافر كتير قوي، واول سفريات في الاول كنت بخاف وكنت بفضل ومش عارف ايه والكلام ده، بس بعد كده اتعودت من كتر السفر. ده رقم 1. رقم 2 يعني I keep myself busy، يعني اتكلم مع اي حد، فاهمه، اعمل تاكلي البانه، تتفرجي على الفيلم، فاهمه قصدي. فده هيكيب. وبعدين مش عارف انا بخاف قوي. لا طيران لا، مع اني بسافر كتير I know. ولما بتيجي سفريه على قد ما ببقى مبسوطه، وعلى فكره لما بوصل للديستنيشن بفرح، بس على قد ما ببقى انت بتفضلي اوفر ثينك في الموضوع. يا لهوي قبلها بيومين بقى طياره، واشوف نوع الطياره، اشوف نوع الطياره، واشوف طلعت امتى. وما بسافرش غير على ايرلاين واحده يعني. اللي هو عشان ما اعرفش بقى اللي هو عشان الستيك. لا ده لو معايا فلوس ابجريد. يعني الستيك ده من السنه للسنه يخش. يا أمينة، هل انت طبعا كل الناس كل السليبرتيز يعتبروا جوازك؟ مش كلهم على فكره، انا بيكي جدا. انا ممكن اطلع الريلز ونبدا اللي انت بعتهم لي بالظبط. فهل معنى انك بتقولي كده دي حاجه اوت اوف فن ولا انت محتاجه اهتمام؟ اوت اوف فن. انا محتاجه الممثل ده، مش محتاجه. بس كل دول جواز يعني انت شايفاهم موجودين بجد؟ قاعده بتكلم يعني اي هلس كان نفسي يعني انا دلوقتي جوني ديب هيتجوزني، لو اتجوزني اعمل لك بلوك. هعرفك ليه؟ انا مرات جوني ديب. تصدقي ان انا اصلا ايه قفل يا ابني على الكلام ده. لا بجد خلينا نبقى واقعيين. هعزمك على الفرح يا ماي. انا ممكن دلوقتي لا والنبي هتبقي صاحبتي لسه لما اتجوز جوني ديب. طيب خلاص ماشي. بصي بقى السؤال اللي جاي ده بصي بقى عشان انت ايه، كلميني عن قد ايه انت منظمه في حياتك. بتحبي النظام يا امينه؟ جدا، من اكتر الناس المنظمه في الدنيا. كلميني عن اوضتك، يعني لو دخلت اوضتك بصوا يا جماعه هلاقيها. لا بصوا يا جماعه، انا عندي مرض. انا راجل عيان، انا عندي ADHD اكتشفته على كبر بعد ما الفنانه امينه خليل عملت المسلسل. فبقى ده حجتي في اي عدم نظام. على فكره والله العظيم حجه فاليد. مش انا بلم الحاجه لما بخلصها بعد ما اكل؟ انهي حاجه امينه بتلمي ايه؟ انا مش منظمه، انا انسانه يا جماعه. النظام 0 من 10. فيها ايه؟ عادي. عملت قدامك توتوريالز كتير قوي لرمي الازازه في الباسكت. جماعه النظام ده مش حاجه مهمه في الانسان يعني، عادي يعني انت بتفضلي تعيشي في organized chaos زي ما بيقولوا، اللي هو فوضى منظمه. يس. لما ادخل انا عارفه فين الحاجه. يس.
بصراحه اختي برضو يومنا. بس انتي برضو يا امينه بتحبي تكون المكان ايوه بس مش واو انا اللي ونضيف بس مش انا اللي بس مش نظمها. انا انضفه. يعني حد انا طب- بكتئب على فكره لما الكاوس بيزيد، ببقى اللي هو يا نهار ابيض، بس مش انا اللي هلم. ما انا بلاحظ ان انتي بتكومنت بس. يومنا بجد، يومنا بقى في دبي يا عيني يا يومنا، تقعد بقى تلم والفلبينيه في مصر طبعا. ما تقوليش على نفسك، انا فلبينيه. بقول لك ما تقوليش على نفسك. طب نفترض ان انتي ارتبطتي والشخص اللي انتي مرتبطه بيه ده بيحب بقى ينظف النظافه. ما يحب، ما هو اللي بيحبها يبقى يعملها. ايه ده هو انا مش بحبها، هو ليه؟ ايوه، ما هو كل ما بينظف كل ما بيلاقيكي انتي رحتي راميه هنا ورق، هنا نظرية. هنا الطرحه. هنجيب واحده تساعدنا ماشي بس ده. نلاقيه، عايزين حاجه كانت حلوه نلاقيه وبعدين نتكلم في الموضوع. ايه يا امينه الحاجه اللي ممكن تقفلك من شخص لو انتوا بتديت او شخص بتعرفي عليه جديد؟ التحكم. مش عايزين تحكم، سيبونا فريش. اوكي. يعني عايزين اللي هو احنا مع بعض وكل حاجه، بس مش لازم حد يتحكم في حد او حد طب ممكن يكون هو مش بيتحكم، ممكن يكون بيخاف عليكي مثلا، فعشان كده لا، أنا أصلاً- what do you mean by تحكم يعني؟ اصلا انا بقالي زمن الحمد لله عايشه لوحدي، اوكي. فاكيد يعني اي سرفايفد، فمش هتيجي انت تحميني فيه. الحمد لله عندنا رجل نحمي نفسنا. ماشي، بس مش انتي احنا اتفقنا ان انتي ممكن لا احنا ما اتفقناش ان انتي عايزه اهتمام. لا طب what do you expect من الشخص اللي يبقى معاكي يعني؟ اهتمام. بقول لك هيديكي اهتمام بس ما تتكلمش. انت سالتي قلتي الازواج دول وانت على قلتي الاهتمام. أيوة. فلا وانت قلتي مش عايزه بس اهتمام. بقول لك احنا عايزين اهتمام من الشخص اللي هنبقى معاه. ماشي، الاهتمام ده يعني مثلا ايه ان هو يتحكم ده يعني ايه يعني بالنسبه لك؟ يعني اللي يقول هو لك ايه بقى يعني؟ انت راجعه امتى، انت ازاي اتاخرتي، ايه اللي انت لابساه ده كده. اوكي في ايه؟ ماشي يعني انا امينه اوفيكال. ماشي، بس هو راجع امتى بيطمن عليه؟ ما اسمهاش اوفيكال. هو بيطمن عليكي، بيطمن عليكي. لا التطمين اكيد، يعني انا هقول له انت بس اللي هو لا ما تتاخريش. في برضه ما تتاخريش بتتقلب لذاذه. لو ما تتاخريش بقى مش اللي هو انت ازاي بره كل ده. مش عايزين تست جامد، عايزين تست على الهادي. اوكي. مين يا امينه من السليبرتيز اللي انت would like to date؟ كتير قوي. قولي لي توب. في واحد بجد كل مره انسى اسمه بس انا بحبه جدا. ايه ده بجد؟ شوفي انا حتى نسيه حتى في الحب الحقيقي. في مسلسل اسمه وان داي. اوكي. الممثل اللي فيه البطل انا I love this. I would love to date him. انا مش عارفه يعني. وعارفه مين كمان؟ يا لو افتكرته دلوقتي بيدرو باسكال. في فرق سن بسيط بس بسيط. وبعدين قال ان هو باصي. يا ستي ما يبقى باصي ده انت بيدرو لسه باسكال. قايله انك انت مش هتحبي راجل يبقى انا هو انت عايزه تقولي لي استني عايزه تقولي لي ان بيدرو باسكال هيبقى كنترولينج ورخم؟ هو قال مستحيل. هو قال ان صحابه بس هو قال ان صحابه قالوا عليه ان هو كده بصي ات ورك. الراجل بيعترف وهو بيشتغل، لكن انا هبقى الجيرل فريند الزوجه. الجيرل فريندك الزوجه. يعني لو بيدرو باسكال بقى معايا اعرفي ان انا هعمل لكله بلوك اصلا، مش هنزل فيديوهات. انا حاسه والله ان انت متواضعه قوي ان انت قاعده معايا النهارده بجد. ثانك يو، شكرا قوي. انا لسه ما بقتش مرات بيدرو لما ابقى اصل انت عملتيه بلوك من البدايه، فاهمه قصدي؟ يعني لسه احنا اصلا ما كملناش جوني ديب. ما هو انا مثلا مش بقولكيش هتجوز فحلقي الدحلقي وهعمل لك بلوك، لا انا بقول لك هتجوز بيدرو جوني ديب، فاكيد يستحق بلوك. هو يستحق ان انت تعملي ليا بلوك؟ هو في ما اعرفش في بجد. طب انا عايزه اسالك سؤال، انت ايه رايك في البنات اللي هم بيتخطبوا ويتجوزوا بقى وفعلا بيعملوا بقى اللي هو هو في كده خطوبه دلوقتي؟ في كده ايه ده؟ بجد؟ في كده طبعا. ليه؟ ايوه بجد في كده. هتقطع مع كله عشان اتجوزت؟ يا حبيبتي هي بقت كده لدرجات الاكتفاء اعلى مننا كلنا. انا اعلى، انا متزوجه. ايوه، ولو مخطوبه برضه بتبقى اروش بقى. بصي انا اعرف ناس بتبعد بس مش بتعمل بلوك، يعني اعرف ناس اللي بتعمل بلوك. اقصد ان هي ببلوك ان هي بقول لك ايه، بتبقى ناس غريبه قوي. سكوتش
اول ما تتجوز تتغير بقى، اللي هو انا بقيت زوجة النهارده. طب انت يا امينه لما لو جيتي اتجوزتي ممكن تقطعي بقى مع اصحابك الولاد بقى وكده؟ ايه ده ليه؟ لا في ناس بتعمل كده. مش هعمل كده، لا دول يقتلوني لو عملت كده، هيجيبوني في الفرح بالمايك. لا 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 ما اظنش، مش هعمل كده. ما هو هنا بقى هيبقى في تحكم، هيبقى في حد بيقول لي بلكي صحابك. واظن انت عارفاني كويس قوي، يعني مش هقول ماشي هو لا يعني ليه هو ما اعرفش، جه في بالي كده كلب المشيع. ماشي استنى ما اروح اجيب سؤال. السؤال ده بقى ناري اوبا ناري ناري أوبا. ناري ناري بوم بوم ده بوم. هينزل بصي حاجه كده تودينا في ده. احنا بنحتاج قد ايه علشان نعرف ان صحابنا دول كويسين ولا لا؟ لا مفيش وقت. طب how do you make sure ان الشخص ده I don't make sure خلاص انتي هو يبقى موجود. مؤمنة بالصحاب عامة؟ بس انا مؤمنه انا مؤمنه انه هو ده عياط ولا ضحك؟ دي كانت ضحكه عياط. مؤمنه انه السؤال ده قوي. مؤمنه انه يعني مفيش مده نعرف، بس انا هثق فيكي وانت تثقي فيا، خلاص انا وصلت للمرحله دي. بس I know for a fact ان في وقت خلاص. مش ما اقصدش عليك انت، ما اقصدش عليك انت بجد، والله ما اقصد عليك انت. وبعدين الحلقه يعني لا والله ما اقصد عليكي، بس اقصد يعني مواقف برضو على فكره، مواقف في حياه بعض ممكن، بس مش كله فيزز. يعني انا في ناس في دماغي ببقى حطاهم انه لا دول قريبين قوي، وفي مواقف انه اكتشفت بيها انهم كويسين وبيحبوني بجد، وببذل مجهود عشان هما بيحبوني وكده. وفي حوار، وفي ناس بتبقى فيزز بقى. اتخذلتي من حد من صحاب قبل كده؟ امتنع يعني؟ ايوه طبعا اتخذلت. ده انا فتحت مصنع خزيل والسول. اتخذلت. طب لما بيحصل كده بتتعاملي ازاي مع الموقف ده؟ سمحتوا الكاميرا تقفلوا. بتعامل ازاي؟ بقول بقى ان الناس فيزز في حياة بعض، ويا امينه يعني سهل عليكي ان انتي؟ مش سهل. انا بصي لو حد اذاني بيبقى سهل جدا يا بوسيو. يعني وانس ان انا اتاذيت بيع كده بيع. ازاي يا امينه؟ والله العظيم يا مي ما اعرفش، بتبقى حاجه في قلبي كده انه خلاص ما انا اتخذلت، يعني مش اتخذلت سوري، انا اتاذيت قوي. انا بقول لك ليفل اذى بقى قوي يعني انت عارفه. لكن لو حاجات بقى العبيطه اللي هو احنا بنتخانق والحاجات دي لا عادي بعديها. بس بقى لما حد يطعني هاخد بعضي وامشي. هقعد ليه اصل؟ انا هقعد ليه؟ هقعد ليه؟ ما بديهاش يعني. طب المواقف دي علمتك ازاي تقدري تفرقي ان الشخص ده صاحب بجد ولا لا؟ في نفس الوقت علمتني ازاي اتعامل عشان نتدارج اللي احنا وصلنا له. يعني ممكن تكون في ناس كويسه جدا وانا خسرتها بس عشان طريقه التعامل كانت خطأ، فادى الى الوصول للحته دي. بس هل هم ناس بشعه؟ ما اظنش ان في حد بقى بشع بقى يعني الا شخص واحد في دماغي، بس ما فيش حد بشع. يعني ما ينفعش تقولي لنا عليه طبعا. ما فيش حد بشع 100% فيه، بس اقصد في حياتي. يعني ما فيش حد اللي هو يا لهوي. هو بيبقى كلنا اتعاملنا غلط. expectations برضو، يعني انك انت بقى تحط توقع معين. بس طبيعي نحط expectations. ما احنا انت لما بتبقي صاحبتي مثلا معاكي حق، انا بحط expectations واحمل عليكي عادي. فاهمه قصدي؟ بصي انا لقيت حل جميل جدا لجميع المشاكل الزوجيه والصديقيه: الكوميونيكيشن. الله. سقف. ممكن سقف يا جماعه؟ برافو. عشان انا لو عندي مشكله وجيت قلتها لك ممكن جدا المشكله تتحل. بس عدم كلامنا بيكبر المشكله، فبتبقى بابل كبيره، فبنتخانق ونسيب بعض بقى.
ماشي طيب حلو ده. انت بتقولي كوميونيكيشن. طب لو انت دلوقتي الكوميونيكي انت بتقولي انه لو حد اذاني هقطع معاه. اذاني مش انه اتخانقنا. في فرق بين اذى. مش هاجي اقول لك انت اذيتيني. هل انت شايفه انه المفروض يكون في كوميونيكيشن وقت ما احنا بنقطع مع بعض؟ فاهمه قصدي؟ عادي بقى لو انت انا وانت هتفق مع بعض مثلا امينه ايه ده انت تعبتيني قوي في ترويق الشقه. لا ده احنا هنوقف لحد هنا وجود لك مع السلامه بجد. تمام. فايه لا ولا شايفه انه لا اقطع كل الكوميونيكيشن وبلوكات ومش عارف ايه ومش هنتكلم اصلا في الموضوع؟ انت وطاقتك يعني لو انت قادره تنزلي تاخدي الكونفرزيشن دي اتفضلي. مش قادره انا عن نفسي sometimes مش بقدر. sometimes الموضوع متكرر. شكله المشكله الموضوع طب لو متكرر لانه انا برضو بني ادم اهبل قوي ان انا مشكلتي تجيبها ازاي. انا بني ادم برضو عنده مشكله في الكوميونيكيشن فممكن عدم ان انا بكوميونيكيت بيكبر الموضوع على فكره وابقى انا اتخانقت مع ناس عادي. عندك مشكله في الكوميونيكيشن لما يكون عندك متضايقه من حد؟ لاني مش بعرف اقول. ليه؟ انا فاكره ان انت دخلتي عليا المكتب زمان قبل كده انت راضيه عن نفسك. يا لهوي انت راضيه كل حاجه نفسك؟ انا ناسيه الحاجات دي بس افتكرت دلوقتي. على فكره كنت بعديلك عشان بحبك بس. شكرا. المفروض اقول كده قدامكم صح؟ الحمد لله يا رب على الستر والصحه. لا يعني في حاجات I can communicate وحاجات لا بصراحه. ومن الاخر يعني بكوميونيكيت لما ببقى باقيه على الشخص. لو انا مش باقيه I don't communicate بقى. ما انا هروح ليه في كلام بقى. وحسب الاذى طبعا يعني انا بتكلم برضو على ليفلز اذى. لو الاذى بقى قوي. طب ليه ما انت ممكن تكون انت الشخص السيء في روايه احدهم؟ اكيد. ايه ده؟ طيب وانت كنت انت عارفه انك كنت شخص سيء في روايه احدهم قبل كده؟ ما اعرفش بس يعني معلش يعني هو في حد هيحكي قصه وهيقول انا اللي غلطت؟ مستحيل. ايه ده ليه؟ عادي انا في ناس كده على فكره انا غلطت في حاجات غلطت فيها. بس اقصد انه طب لو بعد فتره بقى حسيتي ان انت انا غلطت في الشخص ده يو ريلايزد بعد سنين انه والله العظيم بروح اتكلم ولسه حاصله بجد والله العظيم. بس الفكره في الحته الثانيه الرياكشن بقى بتاع الرياكشن هو اللي هو انا اي دونت بليم بقى ذم. ما بلومش بقى على الشخص التاني. ما هو انا فعلا غلطت. فهو بقى ليه احقيه انه بس ده بقى بيبين غلاوتك عند الشخص. على فكره العلاقات الانسانيه is really complicated. لان بص انا بقول لك ايه يعني انا بقول لك انا هقطع مع الشخص لو اذاني. طب ما انا ممكن اكون اذيتها فهي ليه مضطره ان هي يعني لو انا برضو غاليه عنها ترجع لي. فاهماني؟ هو بقى والشخص بصراحه ما فيش I don't think انه there is a book where you can find ازاي انا ممكن اتعامل مع حد. انتي ونفسك بقى. ما اظنش ان في ولازم ارد عليها واقول لها. انا صاحبتي دي كلمتها وقلت لها بص انا فعلا غلطت وانا اسفه وعملت 1 2 3 وحقك عليا وكده. بس انا ما اذيتهاش اذى اللي هو يعلم. انا بس كنت بعدت فجاه. ودلوقتي احنا عادي رجعنا تاني close friends. بجد؟ والله العظيم. ده جوستنج ده صح؟ كلام بقى ده بتاع جوستنج بوستنج وتوستنج. جوستر. ايوه بصي بتقللي من غلطاتك. لا هو جوستنج. تعترفي جوستنج فعلا. انت حد عمل لك جوستنج قبل كده؟ جماعه انا لسه شايفه من كام يوم جوستنج جت منين. يا رب افتكر. واحد راجل ومراته كان بياخد تقريبا منها الشمع او حاجه كده واللايت كان بيقل. فقعد يقول لها انت بتتهيألك انه اللايت بيقل في الروم. اوكي. بس ده جاز لايتنج. صح جاز لايت يا بنشي ايه. ايوه صح ده جاز لايتنج. حتى شفت البتاع نسيته. ايوه بس عامه معلومه حلوه يعني. الجاز لايتنج اللي هو لما حد يقول لك ايوه اللي انت تقول لك انت بتاذيني او انت مثلا يقول لك لا انت بيتهيألك. انا ما بعملش فيك كده. انت اكيد مجنون. انا احسن واحد بعاملك في الحياه.
ده الجاس كنت لايتنج. اصلا اي حد يقول لك انا احسن واحد بعاملك في الحياه ده عبيط. وانت رايحه تشتكي اصلا، يعني انا بقول لك حضرتك انت مقصر معايا. لا انت بتهيألك. انت Are في you ايه؟ crazy؟ انا احسن حد في الكوكب. ايوه كوكب أيوة. الارض. ده جاس لايتنج صح فعلا. ايوه دلوقتي افتكرت. بس شفت الفيديو ده على ريديو. بس حلو، معلومه حلوه. الله. شكرا سقف جدا يا الهني. مان خدتي جمال. ستار. شكرا. امينه، ايه اكتر نيجاتيف كومنت جالك؟ في لسه حد في الدي ام غريب والله العظيم، ومش عارفه ده اكونته حقيقي ولا لا، بيقول لي انا كنت بحاول احب الناس السمينه بس انت مش قادره تقبلك. مش كفايه انك قلت عليا سمينه كمان مش قادره تقبلي. انا كنت فاكره ان انت بتقولي هقفل سمينه. الاكونت. بس فضحكت اصلا. خدت سكرين شوت كنت اصلا انزله بس ضحكت. اوكي، موضوع النيجاتيف بس ده دي ام ولا ده دي comment؟ ام. انا في بقول لك ايه، في ناس بتعيش معاكي بتعيش حياه جوه الدي ام. ناس بتعيش يعني they text like every day. بيقولوا لك DM انت معاك. بتردي يعني اكيد ما بردش، يعني بيقولوا لك ايه؟ ما انا مش هينفع. انا افتكرت. لا، في ناس عايشه، يعني عايشين بيستخدموكي ان نوت. هما نوت باد. ان احنا اصحاب، وانه ويتخيلوا ان انا برد، فاهمه؟ لا اله الا الله. والله سيريال كيلر يو شكله. جو جولدبرج. لا ده رعب، ده احنا ملناش فيه الحمد لله. عاده بتتجاهلي الدي امز اللي هي كده. انا بتجاهل واتجاهل. ايه احلى دي ام جاتلك؟ بس مش بوزيتيف. في كتير قوي. ما اقصدش بوزيتيف كومنت. ايه ده؟ اللي هو يعني حاجه زي انترفيو مثلا او كامبين معينه اكتر. بصي واحده كنتي بتتنططي. نتفليكس. اوه، كلمينا بقى عن نتفليكس والانترفيو انا ده. بحبهم. بحب نتفليكس جدا. وبحب يانجو بلاي. بحب او اس ان. هي ميسة ما ينفعش تشوف الحلقه دي خالص. نتفليكس مش كومبيتيتور. ماشي. يقطعوا ده. بحب نتفليكس، هم عارفين اصلا ان انت بتحبي نتفليكس. اوكي. هم على فكره نتفليكس is the first ever campaign. اوكي، ما عملتش نايس. كامبينز، انا لسه طالعه. اول حد بعت لي كان نتفليكس. نايس. كنت بتنطط فعلا، اللي هو مش مصدقه نفسي بقى، اللي هو ايه هو اصلا في اوبشن ان انا اشتغل مع نتفليكس. انا ما كنتش فاكره اصلا ان ده اوبشن. وقعدت بقى اصوت. حلو قوي. كان ايه بقى الانترفيو؟ كان اندوفير. كانوا عاملين كولكشن كده للمسلسلات وكومبيتيشن. اندوفير. بس ده بسطك اكتر حاجه ولا دي كانت اول حاجه؟ فده كان اكتر حاجه. وطبعا الانترفيو بتاع جيرارد باتلر برضه. احكي لنا عنه انا كنت بقى. بتنطط برضه. اول ما قالوا لي امينه there is a possibility انك تعملي انترفيو مع فنان. انا اللي هو مين الفنان؟ مين جه في دماغك؟ عادي بقى، حاجه ميدل ايست عادي. فاهمه؟ بعدين قلت طب نستنى كده. راح قالوا لي جيرارد باتلر انا عارفاه. فقالوا لي كنت بقى بصوت برضه. يا لهوي كان سويت بجد. ما كنتش مصدقه نفسي اصلا لحد ما انا رايحه اعمل الانترفيو وانا باصه كده وحاسه ان انا بحلم. الحاجات دي على فكره بحس ان انا بحلم، يعني it takes me time لحد ما اصدق انه ده حصل. بقعد بقى انا اتفرج على الفيديو اللي هو ده حصل. كنتي متوتره في الانترفيو؟ لا، لما بقعد قدامهم بتكلم. انا كنت متوتره لان احنا كنا فوق فكنت خايفه. يعني انت اصلا ما كنتش متوتره ان انت اصل انا خدت بالي ان انت متوتره شويه في الانترفيو. انا متوتره من بس المكان. بس فاكره ان انت اوكي لانه أصلاً. كان برج المملكه في السعوديه وفوق اخر حاجه في البرج. اوكي. فاحنا بقى هم كلهم مبسوطين قاعدين يبصوا، فانا بصيت رجعت تاني. فعايزه اخلص الانترفيو ما ببصش. هو اصلا قاعد يهديني. حصل قوي. كان احد ازواجي. بتحسي يا امينه ان انت نجحتي؟ اقول لك بقى اجابه نموذجيه. النجاح ده شيء نسبي. انت اللي بتقدره وتقوله. ايوه الحمد لله. يعني حاسه انك انت ناجحه؟ حاسه ان انت كده ناجحه بيني وبين لا مش كده خلاص. يعني مفيش حد كده خلاص. بس عشان بيقولوا انه لو انت قلتي عن نفسك ناجحه يبقى انت بداتي تفشلي. ايه ده؟ يعني المفروض الرخامه انا اقعد اقول انا فاشله عشان افضل لا انجح. مش هتقولي انت فاشله، انت هتقولي انا بحاول، انا لسه بسعى،
بس مش انا ناجحه. لا انا بحاول وبسعى، بس حاسه الحمد لله I'm in a good place. الحمد لله يا رب. ليه ما اقولش ان انا I'm in a good place ووركينج؟ لا يعني بسالك عن يعني مش عايزه تقنعيني لو سالنا عمرو دياب قلنا له انت ناجح هيقول انا بسعى، وهقول انه ناجح. بس انت بتتكلمي على عمرو دياب، احنا ليه بنقارن؟ ما اعرفش بصراحه، انا شفت نفسي فشخ. انا حاسه ان لازم اسعى فعلا. لا لا معاكي حق، بس انا الحمد لله انا راضيه ناجحه الحمد لله. ماشي اروح اجيب سؤال وكيل. أمينة انت طفلة اتولدت في الخليج صح؟ او يعني من اطفال الخليج. احكي لنا بقى عن الفرق. انت عشتي هناك قد ايه؟ انت كنت عايشة فين؟ في سلطنة عمان مسقط. عايشة هناك قد ايه؟ طول عمري. اوكي 25 سنة يعني. جيت على الجامعة وحتى وانا في الزون كنت بروح واجي. قولي لنا بقى الفرق. لا يعني حسيتي بايه وازاي تكيفتي؟ بصي انا قلت قبل كده انه مصر جميله في حاجه، انك هتعلمك انك تعيش لوحدك. يعني اظن لو يعني عشنا في مصر ممكن تعيش في اي بلد تانية عادي لوحدك. فانا لا تكيفت ايه الحاجات بقى اللي حسيتي ان هي مختلفه؟ كل حاجه. مصر مختلفه تماما. مصر انت لازم تعملي كل حاجه بايدك كده اللي هو، ولازم كل حاجه تبقي متاهبه ايه اللي هيجرى، تحسي انك في معركه. ايه اول حاجه كانت صدمتك لما نزلتي، او مش صدمتك حسيتي انه ايه ده انا مش متعوده على كده؟ كتير قوي كتير قوي يا مي، يا لهوي. اكيد الفلوس، الكلام بسرعه. يعني الكلام بسرعه. مصريين بيتكلموا بسرعه. اوكي. انا بقى انا دلوقتي بتكلم بسرعه، بتكلم مصري كويس. بس زمان مفيش. انت كنتي بتتكلمي خليجي؟ كنت بتكلم انجلش او خليجي. مصري في البيت، فكان بيبقى عارفه انت في البيت بقى انت بتقضي طول الوقت في المدرسه مع صحابك، فكان كلهم عمانيين فبتتكلمي عماني انجليزي، ده اللي انت متقسمه. بس في مصر بقى كنت باخد وقت لحد ما افهم. وعارفه ايه كمان صدمني؟ ايه؟ انه المايونيز بندفع له فلوس في مطعم من المطاعم. فاكره؟ بس انا بحب المطعم ده. مش هينفع. مش عشان الاعلانات، بس عشان حاجات تانية. انا عارفه. بس قولي لي مثلا يعني اكتر حاجه، يعني لو انا عندي ناس صحابي اجانب بيتكلموا عنها، موضوع انك تعدي الشارع او تسوقي في مصر. تعديه الشارع دي انت عارفه كنت بعدي ازاي؟ كنت بعدي بصوت بجد الحقوني وغمض عيني. انا مش عارفه ازاي انا ما متش، لحد ما ناس من الجامعه اصحابي قالوا لي امينه ما ينفعش بص شمال. دلوقتي انا كده اجري على طول في الشارع. بس اظن لان دلوقتي كنت في دبي فهيبقى في وقت لحد ما اعدي. في دبي بقى هم حسوا بنفسك معديه، العربيه وقفت. مع ان انا بيبقى بقى عندي، ما انا تروماتايزد، فبيبقى عندي بقى ان انا لازم استنى وكده، فببص كده فهو اصلا واقف من بدري. بس عامه هو ده في اي، يعني في اي بجد في يوروب برضو كده هو يعني هيقف بعيد عنك بكتير قوي. يعني بصي مصر الاولويه ليكي اصلا. هو ممكن لو في عربيه جايه و يعني خبطتك او قربت او حصلت لك اي حاجه، هو بيقدر يسجنك. ايوه حتى في دبي. هي مصر بتعتمد انه جسم الانسان كويس شغال معانا يعني تديله حقه، يعني اللي هو فهو بيتحداكي لو عشتي تبقي جامده في لعبه. ايوه حتى في السواقه بتحسي الناس ان هي السواقه وحشه. انت ايه اخبارك مع السواقه؟ دي برضو حاجه بخاف منها. لا بس انت حركتي العربيه. لا ما بخافش من السواقه. انا ما بقتش في السواقه، ما بقتش اخاف من السواقه، بس ما بعرفش اركن. الركنه دي صعبه قوي قوي قوي. الركنه صعبه جدا. انت مش حاسه انها صعبه؟ بس انت لسه راكنه من يومين، ركنتي حلو. الركنه دي سهله. انت ما بتعرفيش تركني سهله. ما بعرفش اركن بوشي. يعني بتركني جنب الرصيف ما بين عربيتين عادي. والله على فكره ده اللي انا نجحت فيه. الركنه هنا انا بركن هنا، لو بوشي والله العظيم الركنه كانت هنا انا ركنت هنا. سقطت 6 مرات ولسه ما نجحتش. وهتحاولي تاني؟ مش هيدوني الرخصه خالص بقى اللي هو دي مجنونه. طبعا لازم التكاسي اكسبانسيف. احنا بقى هنا في مصر، يعني لو انت حاولتي مثلا ان انت عايزه تدي اشاره وتمشي يمين مثلا، لو اللي وراكي لاحظ
ان انت هتدي اشاره وهتخش يمين، هو هيحاول يسبقك قبل ما تخش يا اليمين. سلام. طبعا. لكن يديك اللي تيجي قدامه، يسمح لك، دي حاجه لا. بقول لك هو تحدي، فعشان هو كده بقى في ايه، ما بقول لهمش بقى، ما بديلهمش الاشاره ان انا رايحه يمين او انا بروح يا يمين. سلام. طب ما انا هعمل ايه؟ ساعات بصراحه على حسب الطريق. بس انت ايه رايك في سواقتي؟ دينجرس بصراحه يعني، ماشيه وتشغل الاغاني عادي بقى تشارلز لكليرك فاكره نفسها. ايه الرعب ده؟ بعد كل ده والله العظيم بتسوق حلو، انا بس بخاف، انا عشان انا خايفه وانا قاعده جنبها ولا هو بسم الله الرحمن الرحيم وهي هو في ايه يا بنتي، انا معاكي. بس حلو يعني. I'm careful as well. شاطره والله الحمد العظيم، لله. شاطره بجد، سواقتك حلو. بعد ايه بقى؟ انا حاسه ان انت تعملي ديسلايك للفيديو ده بجد. فعل الجرس هجيب سؤال. اه انتي بتحبي الساحل الطيب ولا الشرير؟ انا ما رحتش الطيب. شكرا. لا اوعوا تفتكروا عشان الغنى الفاحش، عشان جروب صحابي بيبقى في شرير. اوكي. وبعدين بقى السؤال ده نقول فيه ايه؟ يعني ساحل طيب ولا شرير؟ الشرير حلو ليه؟ لانهم لا، بيفضلوا ادي سهرانين. سبيس شويه كده، صح؟ يعني قولي يعني الشرير حلو ليه؟ لانه الناس بتبقى سهرانه فيه بالليل. ما أوكي. رحتش الطيب عشان اقارن بقى، بس انا بسمع ان اكيد الطيب الناس بتنام جميل. بدري. تفتكري؟ لا طبعا الناس في الساعه رايحه تصيف كده. بس بس مصاريف الشرير مصاريف قويه. وبعدين في مشكله في الشرير بقى، ولسه شايفه فيديو الشهد الشاطر، انه لازم كل حد يبقى لابس حلو قوي، انت في فاشن شو. طب وانا رايحه صيف، ايه الرخامه دبي دي؟ كده. لا دبي مش هيبصوا لك انك ايه اللي انت لابساه ده. اوكي. في الساحل بيبصوا بقى. مم. ايه ده؟ طقم ب 3000 جنيه معفنه. والله بتبقى في بصتهم بتترجم كده. معفنه، بتشربي ميه عاديه مش ميه هاف جولد؟ يا معفنه تاكلي زلابيا مش كريك دونات. فاهم؟ والبرجر هو كده بقى. طب انت بتروحي ليه؟ ولا انت يعني ايه ده؟ والله جلد العظيم انا الذات ده؟ بجد ما روحتش عشان انا عارفه حاجه، انا رحت عشان كله قال لي ان ده حلو، فاللي هو احنا بنتبسط مع بعض. وكان عندي ضغط كبير جدا على، والله كان عندي ضغط. انا اشتريت لبس من الساحل لان انا عايزه البس حلو، لان كله لابس حلو. مش معنى كده ان انا جايب لبس وحش، لا انا جايب لبس مصيف. بس في ستاندرز والكيني لبس بتاعي لفاه ورايحه بالكشوه يوم، طلع مش ده اللي بيتلبس يا موت. طلع بقى. رحت بقى عند رحت الحلو برضو، عشان هم عارفين ان متطلبات الساحل الشرير كتيره، في محلات في كل حته، عشان لو انت عارفه تروحي تلبسي. فده اللي حصل معايا. جايه فبقول لهم جماعه كيكيز وبيكيز وتيكيز، احنا لازم نمنتج الدنيا كلها. اقسم بالله انا خايفه منك، أنا خايفة والله فشخ. خايفه منك أنا فشخ. ودول ناس معايا في الشركه أنا أكتر، بيشتغلوا، أنا أكتر. فمش هينفع. انا اكتر. فرحت قلت لهم انا عايزه البس، وكنت بجد هعيط. انا كان بجد هعيط. كان معايا فرح رشدي وهي قاعده تهديني تقول امين بتعيطي بجد؟ اقسم بالله، لانه بريشر غير طبيعي ان كله لابس حلو وانت مش عارفه ايه ده. انا ما كنتش متوقعه كده يا جماعه، ان انا نازلين فول ميك اب ازاي. بس بقى رحت جبت لبس، بس اللبس كان حلو يعني في الساحل، ونزلت عادي. الموضوع بقى ستريسنج اكتر. طب انت ستريسنج صراحه. بصي، حاسه ان انا ممكن اقول الساحل الشرير. ليه؟ لانه اقرب، فالطياره مش هقعد فيها كتير. والفايب بتاعت الساحل حلوه على فكره، في مود كده، والجو بتاع حلو قوي الجو. انت بتحبي التوكسيسيتي مش كده؟ حساكي. طب يعني هو بره مش كده؟ مش بيهتموا انت لابسه ايه؟ اصل انا ما سافرتش غير تركيا، ودي تجربه مش عايزه اتكلم عنها. بصراحه ما حبيتيهاش؟ 0/10. ليه؟ في ناس كتير يا امينه بتقول التركيه دي حلوه قوي. لا انا بقول لك صاحبتي اتضربت. والله العظيم السوبر ماركت ضربها، رمى عليها الازازه، لا اطلعي بره، عشان بتقول له عيد الحساب. وانا اتخانقت مع تاكسي. يا لهوي، ده حصل لنا حاجات كتير قوي في تركيا. احنا كل اللي انا بقول لك عليه ده قعدنا 5 ايام بس، يعني ما قعدناش اسبوع مثلا.
طب عملتوا ايه لما هو ضربها؟ انا كنت في الاوتيل وهم نازلين يجيبوا حاجه وبعدين طلعوا لي فلقيتهم وشهم متغير. قلت هم اتسرقوا ولا ايه اللي جرى؟ فلقيتها بتقول انا اتضربت. انا قلت مثلا صاحبتي ضربتها بهزار ولا. حكوا لي بقى اللي هو ايه، انا كنت عايزه انزل بقى اتخانق بس هم قالوا لي احنا في بلدهم ممكن. فقعدنا بقى حرفيا كملنا الايام الباقيه في الاوتيل ما بننزلش عشان خايفين. فلا بصراحه تركيا is not a good experience بصراحه. بس انا ممكن مثلا عايزه اسافر ايطالي. بس برضو عارفه الساحل ايه اللي حلو فيه؟ الحفلات بتاعت الساحل بقى والجو ده لا لذيذ. فمش يعني ممكن نروح فين كده؟ ميكانوس مثلا. بس انا طياره، هي ميكانوس كام ساعه؟ لا مش عارف، دي السؤال معرفش. بالطياره اصل انا لو فوق ال4 ساعات هبتدي اعيط، فمحتاجه حد معايا. فمش هسافر لوحدي ميكانوس بجد؟ طبعا. مش ناوي تروحي بالي، تروحي تايلاند، كام امريكا؟ ساعه؟ كام ساعه من دبي؟ امريكا؟ امريكا انا قعدت بتاع 18 ساعه تقريبا، حاجه كده. ربنا هيخليكي. هي امينه 18 ساعه ايه؟ هقعد 18 ساعه اعمل ايه؟ تروحي تزوري امريكا تشوفي بتقول ايه. انت عارفه لو قعدت 18 ساعه في طياره اقعد في امريكا قد ايه؟ مش اقل من شهرين، لاني اقسم بالله ما هرجع ال 18 دول بعد اسبوع. اللي هو ايه الهبل ده؟ انت قعدتي قد ايه في امريكا؟ قعدت تقريبا اسبوعين. وبعدها سافرت 18 ساعه تانيين؟ بس الرجوع تقريبا كان اقل. ميرسي ثانك يو. طب المطبات الهوائيه كانت ايه؟ في الرجوع كانت صعبه قوي. بس الفكره مش في كده، الفكره ان انت بتقعدي في الطياره كتير، بتبدا بقى رجلك تورم بقى بعدين جسمك بيبدا ياخد وضعيات ما يعني هو انت واخده وضعيه كده ايدي وجعتني قوي. امينه، ايه رايك في الانفلونسرز بره السوشيال ميديا وجوه السوشيال ميديا؟ فاهمه قصدي؟ اللي هو الانفلونسر بيبقى جوه السوشيال ميديا وبعدين بتتعاملي معاه بره السوشيال ميديا. what do you think؟ الماجوريتي يعني. بصي انا في ناس مش ان هم شخصيتهم مختلفه، اللي بينادوا بيه بيبقى في السوشيال ميديا غير اللي هم فيه في الحقيقه. فاللي هو انتوا ليه بتعملوا كده يا جماعه؟ يعني مثلا تنادي بالصدق والمحبه وهي اصلا قاتله لها 2. اللي هو ليه يعني؟ اوكي. فبحس الحته دي وسبيشالي ان احنا بنبقى عارفين بعض، فبتبقي عارفه بقى وكله بيتكلم عن كله ده زهق. اهم حاجه انك تبقي بعيده، تجيبي كده الناس الكويسه مع بعض يعني في ناس كويسه وفي ناس اللي هو لا هو في ناس انت كويسه بتلاقيه بيقدم كونتنت عن حاجه وهو بيعمل عكسها واللي يسرق كونتنت واللي لا ده في حاجات غريبه قوي. بس ليه بتقول ليه يعني ليه مقتنعه او شايفه ان دي سرقه؟ بس ده يعني ماركت واسع، ممكن يبقى فيه احنا يعني دايما بيبقى فيه كوبينج عادي، المهم ان انت تبقى اوريجينال. لا بس هقول لك ازاي هتبقي اوريجينال في تقديمها يعني. انت اوريجينال ماشي. لو حد جه بيبدا وعايز يعني مثلا يبقى بيعمل كونتنت شبه مثلا بتاعك، لا عادي فيه بس عارفه الحد بيجي يقول لي يعني في ناس بدات تعمل الكونتنت بتاع ان هي تقيم الفساتين وكده. فاهمه قصدي؟ جت قالت لي انا واخده مثلا او واخد ومش عارف. بس you're original that's what you work on. بصي مش تصدقي الموضوع ده هو ده معناه انه النجاح بس مثلا في الطبخ مثلا اوكي اقول انا بقى اكتشفت مثلا ريسيبي جديده وفي حد اصلا عاملها اوكي. فالكذب بس يعني ما تقولش انها جديده بس قول النهارده هنعمل مع بعض طريقه فلان يعني مثلا. في ناس على فكره بالظبط، في ناس مثلا عملوا حاجه يعني مثلا نهى نبيل عملت اندومي نودلز بحاجه معينه، فكله بقى يقول ايه هنعمل النودلز بطريقه نهى نبيل، فاهمه؟ اوكي. فهو هنا عمل الكونتنت وكله عملها. كيكه احمد الزامل مثلا، طب ما كله عمل كيكه احمد الزامل بس بيقولوا. هو انت عملتيها؟ انا عملتها مع احمد الزامل لما رحنا ايوه بس تقريبا كانت هي طلعت مش كيكه. ما بعرفش اعمل اكل، انا ما بعرفش اعمل حاجه. هيحسوا انا مش بعرف اعمل حاجه. ما بعرفش اعمل اكل. هي كانت بشعه مع ان كل حاجه كانت مترتبه لنا، يعني ما كانش فيه اصلا فرصه للخطا. انا رحت حطيت الشوكليت ميلك ده كله بقى
نو ايه شوكليت ميلك. اتفرجت. يلا شفت. الحمد لله الحمد لله. لازم تشوفوا الفيديو ده يا جماعه عشان ايه. ايوه هو كان فيديو ولا كان ستوري؟ لا لا فيديو. كان فيديو. Yes. الموبايل فضل يقع 9000 مره انا فاكره، صح؟ ده عياط. انا قلت الموبايل ده اتكسر مش هيكمل معايا مش هيكمل معايا التصوير. اروح اجيب سؤال واجي. ايه اكتر ريد كاربت انت نفسك تحضريها؟ الميت جالا. نفسي احضر الميت جالا قوي، بس الميت جالا صعبه جدا، بس you will مش do اي it. حد بيروح. You will do it one day. hopefully بس يعني ان شاء الله يا رب، بس هي صعبه قوي. حتى الانفلونسرز بتوع امريكا الاجانب ما بيروحوش غير بره. ما ينفعش تدخلي الكاربت نفسها في امريكا. في امريكا. ايوه لانه هي يعني انت هتروحي ان شاء الله امريكا؟ ان شاء الله. يعني لو الميت جالا هروح، بس يعني لو حاجه تانية ميت جالا بقى حاجه كبيره بقى هروح. على فكره انا ممكن اسافر عادي، بس انا بخاف قوي. يعني تعرفوا ان انا مثلا لو انا قلت لكم ان انا في امريكا، ان انا المضيفه مثلا كانت عايزه تطردني مثلا من كتر ما انا هبقى بصوت يعني اكيد. الباشن الجديد. باشن فروت ايه. معلش دي وحشه قوي بس حبيت. وحشه قوي بجد ربنا بجد. يخليكي ليا. الاف 1. الله يا رب نفسي اتجوز قوي اي حد منهم. ايه ده ايه ده ايه ومدخلاني الفيلم وبتقولي لي بقى وفيلم جامد وهنخش 4 دي وهيترش علينا انت مش مبسوطه؟ ميه يا ما مي اتبسطتيش؟ ضحكتي عليا. وهيرشوا علينا انت ما ميه اتبسطتيش. وقاعده انت ما اتبسطتيش؟ شكلك وانتي انا كنت مفروشه في الارض من الضحك بسبب البهدله اللي انت فيها والكيمونو عمال يقع وحاجه. يا جماعه احنا رحنا. هو انت كنت مودياني عشان انت بتحبي اف 1 ولا كنت عشان بتحبي عشان بحب عشان F1. جوازك؟ هي الاثنين. عشان اللقطتين اللي طلعوا فيهم. جماعه ميت ما اتبسطتيش؟ امينه ده كان فيلم حلو جدا. اتبسطت ايوه طبعا، بس اكتشفت انك خداعه. خدها ايه ده؟ انا قعدت اشرح لك كل انا قلت انت بتحبي الريس، طلعتي بحب برضه بتحبي الريس. جوازك. كفايه بقى جواز. امال ايه اللي هيشجعني ان انا اتفرج على الريس؟ اللي جواز طبعا. ايه بقى ده الموتيف يعني. ايوه طبعا. لا كان فيلم حلو. الريسز يا جماعه جميله جدا. وبعدين انت عارفه ان كل الناس ان دي رياضه الاغنياء. اي نعم هم برضو في منهم ما كانوش اغنياء، بس اقصد انه عشان حد يريس you have بقى to be rich have money. مش اي حد. حضرتي ريسز قبل كده؟ ايه بقى احكي لنا الفيلينج. فيلينج جميل جدا، بس كان انت بتبقي شايفه بس اصلا رحت مكان ما كنتش قاعده في مكان حلو قوي، بتبقي شايفه اللي هو العربيه اللي هو جميل جدا، بس مين انا ده؟ ما كنتش شايفه اي حاجه. ايه الاحساس؟ الاحساس حسيتي بايه؟ ادرينالين رش كده. انت شايفاهم؟ ايوه انا شايفاهم. بس بس العربيه بتعدي بسرعه قوي. اوكي. فانتي فبتابع الباقي على يعني اللي التلفزيون. بنشوفه اللي شفناه في الفيلم ده يعني مش لا دي حاجه كده يعني. ايوه على فكره الفيلم مش اكيرت قوي، في حاجات كتير قوي في الفيلم اصلا مش حقيقيه. زي ايه يعني؟ زي اصلا ان براد بيت بسنه ده يروح يريس. انت تستعبط. الريس ده انت محتاج انرجي، واصلا هم اصلا بعد الفورتي او اقل بيعتزلوا. اوكي. فهم جايبين واحد. انا حاسه الموضوع كله كان كدبه بالنسبه لي بدايه لا. منك. ليه يرشوا علينا ميه يا مي والله اتبسطنا. انا رايحه وانا تعبانه. انا تعبانه قوي يا جماعه. طب ما انت ضحكتي عليا. قلت انا عمري ما رحت 4 دي اكس، فبقول لها ال 4 دي اكس ده بيحركوا جامد يعني وانا تعبانه. فبتقول لي لا يا امينه ده هو حاجه كده، احنا رحنا كرتون ومش عارف ولا ايه لك وانا في السينما. يا رب الهدوم بتاعتي كانت بتقع وقعدوا يلحقوني. وهي كل ما نتحرك تضحك، يعني انا بتحمس. المشكله ان انا لما قمت اصل الفيلم فيه حركه فيه موفمنت كتير قوي. ايوه فانا جيت اقوم بقى لقيت نفسي مش عارفه ابقى ستيبل، فاللي هو مين هيروحنا. مي بقى بعد الفيلم اتحمست قوي في السواقه. لا بس كان حلو اتحمست بعدها باسبوع تقريبا. لا الفيلم كان جميل. بصراحه هو بصراحه موتيفيشنال قوي. بس عايزه اسالك بقى عن حته كده في الفيلم. قولي بجد يعني انا الحته دي بجد انا بحس ان هي بتجيلي في حياتي. ايه؟ عارفه اللحظه اللي انت بتحققي فيها عرفت توصلي حلمك او بتحققي فيها اللحظه اللي انت بتحققي فيها الحلم او الحاجه اللي انت
شقيتي وتعبتي فيها كتير قوي وخلاص انت داخله عليها. شفتي اللقطه بتاعته؟ ايوه هو ايوه بقى هو ماشي سريع جدا بس هي زوند اوت وكل حاجه بطيئه وكل حاجه وقفت يعني واقفه ما بتتحركش وهو بس اللي في في ال في ال في ال في, ال في المكان في التراك. How do you feel about this? What did you think about it لما شفتيها؟ تحفه. موسيقى هانز الزمر، تعرف الموسيقى هانز؟ لا. الموسيقى كانت حلوه قوي وهو كان نفسي يختاروا حد غير Goosebumps براد بيت. طول ما انت بتتفرجي الحته دي بس بجد جامده قوي، جميله جدا. الاندنج ده جميله قوي. امتى بقى حسيتي اللحظه دي في حياتك؟ امتى؟ اصل المشهد ده بجد جامد قوي. امتى حسيت اللحظه دي في حياتي؟ ساعه جاريد باتلر. حسيتي ان انا زوند اوت. الحته دي yes. بجد رهيبه، عجباني قوي بجد، موتيفيشنال قوي حلوه. لا كانت حلوه قوي. بعدين بيقول لك هيز فلاينج، انه خلاص هو هيز ان هيز اون مود. فلا اتس ريلي جود. او لما بعمل ريد كاربت انترفيوز على فكره ان جنرال ببسط قوي، ببقى مبسوطه جدا، بحس ان انا كده. والناس بقى تكتب لي قرايه ابي رش، يا ريت ابقى قرايه ابي رش. فلا هي اللقطه دي يوجوالي جامد. تفتكري النيجاتيفيتي معديه حتى لو الشخص ده مش قريب منك؟ يعني حتى لو حد مثلا بتشوفيه كل فين وفين بس بيبقى بيأثر عليكي؟ لانه انتي لما هتلاقي حد نيجاتيف من انتي كإنسانة هتبقي عايزة تحلي، وبالتالي انتي ما عندكيش حل ممكن. او ليه انا ببذل مجهود مثلا مع شخص معين مش بيبذل معايا مجهود، او حتى لو بيبذل هو مش بيبذل مجهود لنفسه، هتحسي بإرهاق وتعب. هي نيجاتيفيتي معدية اكيد. ما اقصدش ان كله يبقى بوزيتيف كل يوم يعني، بس اقصد انه نشوف الحلو في اللي بيجرى. What do you consider negative؟ يعني لو شخص بيعمل ايه قدامك تحسي ان هو نيجاتيف؟ عايزه اموت من الضحك. عايزه اقول حاجه وحشه. هقول لك يعني مثلا حد مثلا متذمر دايما في الشغل مثلا، اللي هو انا مش عارفه اعمل ده، ومثلا مش عارفه اعمل ده اللي هو يا ربي بقى انا الحته دي مش عارفه، لا اللي هو مش عارفه اعمل ده انا مش هعمله. لا انا ما اتولدتش لكده، انا ما. الحاجات دي بنقولها هزار، بس في ناس بقى 24 ساعه بينقوا اللبنانيين بيقولوه اللي هو نقاقه، تقعد بقى تتكلم على حاجه اللي هو ما خلصي بقى وحاولي بقى تشتغلي عليها. فاهمه؟ بس انا ممكن اللي هو ايه، يعني مثلا انا جيت قلت لك يا مي انا مش عارفه اعمل ده، انا زهقت، انا تعبت، مش طب ما تجربي، طب ما تعملي، فهتلاقيني مثلا بجرب. هنا خلاص انت قلبتي النيجاتيفيتي، بتحاولي تشتغلي على نفسك. بس في ناس بتاخد من طاقتك وانت اصلا مفيش طاقه اصلا. احنا عايشين بمهدئات. هجيب سؤال هنلعب دلوقتي لعبة الأفلام. جاهزة؟ ده اختبار. بصي ماشي. أنا هلعب مرة وأنت تلعبي مرة، أنا هوصف لك مرة وأنت هتمثلي همثل لك بدون كلام. ماشي؟ ربنا يستر. عايزة تبدأي ولا أبدأ؟ أنا الضيفة. تبدأي يعني ماشي. الضيفة يعني أنا أمثل لك. أيوه يا بنتي الإيه؟ استني، ممكن ما تبصيش لو سمحتي؟ مش هبص، مش باينه، مش الدرجات دي ان هي صقر يعني. يعني بتبصي اهو. ايه يا جماعه؟ ايه افلام انت نفسك مش عارفه؟ لا بالشرح بقى. بصي بقى الحركه دي. فيلم كلمتين، الاولى الثانيه شحات. هو عربي ولا انجليزي؟ عربي. شحات ابعد. لا يعني خلاص. الاولى شباك تلفزيون.
مدرسة. هو انت عرفت؟ انت قريت الأسئلة؟ ايه ده؟ اصل سهله قوي يا امينه. طب عيدي. لو سمحت ركزي. اهو بصي. التانية شحات غبي قوي. انا ملاحظة ان انا بتهزر. طب ايه؟ شحات هو ممكن تريليت الفيلم للافلام بدون كلام. بصي ده فيلم، انا بشرح لك فيلم، انا بمثل لك فيلم، فانت انت بتريليت لايه يعني؟ وانت بتفكري وانا بوصف لك ايه؟ جمله عاديه في الهوا ولا اكيد بتفكري في الافلام العربي؟ ايوه ما بفكر. ما ايه بقى الافلام العربي اللي بص بشرح ايه الافلام العربي اللي ممكن يبقى تاني كلمه فيها شحات او زي الشحات؟ ماشي. على فكره باظت. ايه؟ كنا لازم نعمل وقت يا جماعه. ولاد شحات. ده ولاد. ما اعرفش. ايه؟ دكان شحاته. اوه الله بجد. التاني تقييمي التاني صفر من 10. جايبه لي برضه فيلم قديم وما اتفرجتش عليه اصلا. يا جماعه عايزه اقول لكم ان الفيلم ده من 2000. قديم. مش ده بتاع هيفاء وهبي؟ ايوه. طب ده من زمان قوي. ايوه هو من سنه 2000. ربنا يستر. دور هنا بقى هيطلع ايه؟ والله العظيم عارفه مش هعمل لك شرح اصلا. يلا مش هتعملي شرح؟ ما تشرحيش. صعبه قولي. سهله ماشي. فيلم. انا اصلا اول مره اعرف ان فيلم كده دي. لا بصي فيلم كده ومسرحيه كده ومسلسل كده. طب دليلك بدون كلام. كلمتين. الاولى شوز. ابيض. ابراهيم الابيض. يا بنت الايه. انت قريتي؟ اقسم بالله ما قريت. ماشي يا مي جمال. اللي بعض انا اللي كسبت. ماشي انا 1-0. سهليها لي على فكره. شوفي انا سهلت ازاي وشاورت لك على اللون. مش عامه الناس اللي هتحكم على فكره عشان انا بجد ما ببصيش. هي فاكره عيني مين يعني؟ يا لهوي صعب. طب تفتكري انا عارفاه؟ ماشي يلا. كلمه واحده. رهينه. احنا كده بنخمن. ما انا بخمن كلمه واحده. فول. طبق. لا بصي 2. هي يا جماعه انت عمركم لعبتوا اللعبه دي؟ صحاب دي يا بنتي دي يعني قل ما لعبتش اللعبه دي في مصر بجد. مش قل. انا قلت قل ماشي. قلعه. البيت. هو صعب قوي مش عارفه. لا ركزي يا مي. صح. يا سلام. تستغلي الموقف. طب بصي. طب ممكن اقول لك يا جماعه ايه دي؟ العين. النضاره. طب اقول لك على حاجه. هو بتاع حد دلوقتي يعني بلطو. في مسلسل. ده حد دلوقتي ايه؟ كملي. هو بتاع حد دلوقتي يعني في حوارات عليه على السوشيال ميديا وكده. يعني حد ممثل. في حاجه بتضحك قوي انا وانتي بنفضل نضحك عليها طول الليل. خلاص بلاش. تيتو. الفيلم هو تيتو. برافو امينه. استني. برافو. الزهايمر. ده الزهايمر فعلا. هو الجزيره. ما هو كنت ممكن اقول عشان احمد السقا. طب ما هو عشان بقول لك بس هعملها ازاي؟ ايه ده؟ مش عارفه. طب شاوري لي على الشجره. فعلا بجد كانت هتقولي شجره. طب كملي يا مي. لا خدي واحده تانية. مش هلعب انا عشان انت على فكره ما بتعرفيش. طب خلاص هنكمل اوكي.
هناخد واحده تانية عشان خاطر امينه. ايه، ما تعيطيش ما تعيطيش. خلاص. بسم الله هو الرحمن فين يا الرحيم. جماعه الورق بيطلع ليه؟ بسم بس الله ما الرحمن الرحيم. تبصيش. يا رب العالمين، هو لو كنت ببص كان ده حالي. يا لهوي يا جماعه. لا على فكره انتوا مش تمام. لا ده فيلم صعب يا جماعه، ازاي هشرحه؟ ايه انت على فكره انت اللي ما بتعرفيش تشرحي. مشكله عندي. طب ممكن تشرحي لي هتمثلي ازاي حين ميسره؟ ايوه على فكره حين ميسره كان هيبقى سهل، بس إزاي انتوا ليه يعني؟ افلامكم كلها سبكي؟ ازاي يا جماعه؟ في ايه يعني؟ استني هجيب لك فيلم ماشي. تاني، انت اتظلمتي كتير. حين ميسره. مش عارفه ازاي. انتوا شايفيني ايه؟ هو ايه يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ صعب الفيلم صعب. حاولي ايه ده ايه حاولي. ده ايه ده اسماء ايه ده؟ يا ده جماعه؟ انتوا اسماء جايبين ده حاجة مش اصلا هينفع كان في مهرجان كان تقريبا. هنجيبه ازاي؟ افلام ممكن مهرجانات. حد يشرح طب لي هات اسماء هات اعملها انا ازاي؟ دوري وانا هشرح لك. لا استني، باظت. باظت خالص. خلاص هنبدا تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. ريلاكس. ماشي يلا. انت بتعملي بعمل ايه سمار؟ ASMR. 3 كلمة التالتة الأولى. صح. دي الاولى. سوري. ماشي. الأولى 1 صحيح؟ يا بنتي 3 كلمات. 3 كلمات 3 كلمات. الأخيرة لما صحاب أصحاب جماعة مجموعة. أنت عرفتها؟ إيه يا جدعان؟ جماعة مجموعة جامعة. هو الناس بتغششك. طب بلاش فيلم بيبدأ بكلمة واحد، فانتي يعني راجعي الأفلام، فاهمة قصدي؟ بصي معايا، ركزي معايا. أنا إيه؟ صاحبتي. وانتوا إيه؟ صحاب أصحاب ولا بيزنس؟ يا أمينة بيبدأ بكلمة واحد. ماشي؟ ماشي. أقول أعملها إزاي؟ اللي في النص اتاخد. لا هو يا بنتي انتي مش سامعة بيقولك حرف جر. حرف جر. جر. واحد فيه واحد من. انتي مش عارفة. انا مش عارفه انتي مش الفيلم. عارفة ازاي. واحد من الناس. واو انا الله واحد الله، من وجابتها الناس كده. زي كل الله. الناس. ايوه انا بحب الاغنيه دي جدا. ماشي يلا دورك. بس انتوا يا جماعة جايبين افلام صعبه على فكره، يعني ما تجيبوا افلام الموسى، جيبوا سيكو سيكو تعرض على يانجو بلاي. مش فاهمه في ايه. يلا بقى، ها كلمة واحدة. ومن اللي انا قلته اصلا. ايه ده، ما تمثلي. انا مش هخمن من اللي انت قلتيه، مثلي. هي اسم بتتقال ازاي؟ ايه اسم، هو اسم. تيتو. شاطر. جبتها كده. ما لانه انت تيجي على حظك حاجات سهله. سهله ايه؟ انت ما مثلتيش اصلا. انت قلتي لي ان انت قلتيه من شويه. هاخد دي برضه نشوف يمكن نخسرك. سهل. كلمتين. فيلم، ما خلاص، ما هي لعبه افلام. ماشي. الكلمه الاولى ولا استني. الثانيه. حفله، رقص، زحمه، جمهور، تكسير، ضرب، حرب. ده ايه دي حفله؟ حاسه ان انا الغوريلا بتاعت الحفله. مجنون، عبيط، ارمي، كسر. ايه بقى كسر لما بنكسر؟ بنعمل ايه؟ بنلم
انا عملت ايه كده؟ رميتي ورق في الارض. فسببت ايه؟ زباله. فوضى. هي فوضى. مش كده احنا بالله هي مش عليكم، بدون كلام، مش انا هي كلها تمثيلي. كلام. مش انا تمثيلي حلو؟ بالله عليكم. هي ايوه انتي عملتي ده في اي من الافلام؟ على فكري فكره في فيلم دلوقتي عشان اتس على فكره كل اللي قاعدين عرفوا الفيلم وانتي ما عرفتيهوش. عمالين تقولوا 1-0 وانا بقول لك اصلا هم 3 كلمات. استني هفكر لك في فيلم فكري دلوقتي. في فيلم حلو، حاجه كده. ماشي يلا انا همثل. اوكي بسم الله. هبهرك دلوقتي. اتفضل. هبهرك بتمثيلي. تمام. فيلم كلمتين. التانية لا حب. التانية ايه؟ الأولى حب. التانية البنات. الله الله الله. ازاي قلتي انه ده صعب يتمثل؟ حب البنات؟ اه لا مش هو ده اللي هو قاله لي. اه امثل لك اللي هو قاله لي. ايه؟ ماشي هقول لك. بصي كلمتين. الأولى نوم. راحة، نوم، حلم، أحلام الفتى الطائر. اتفضل. عرفت ليه انا رفضت هذا الفيلم؟ صاحبتي حافظاها. استني حلم العمر. وو احلام الفتى الطائر. امينه ايه يا قلب مبسوطه امين قوي النهارده معاكي. انا كمان والله. so much بجد. و I wish you the best وتحققي كل اللي نفسك فيه. انا كمان I wish you all the best. Thank you. I wish you always successful. I wish you a Merry Christmas. Yeah, thank you so much. Oh.